السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد في قناتي وقناتكم شهوات هالة. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو اللي كنقدم لكم. غادي نقدم لكم صابلي ديال عمره مباركه، نتمنى ان شاء الله ينال رضاكم ان شاء الله باذن الله. وندوزو المقادير بسم الله. هنا عندنا 250 غرام ديال الزبده، وتكون بحراره درجه المطبخ. كنديرها في الهاشوار، ويمكن لكم ديروها بيديكم ولا في مولينيكس كما بغيتو. عندنا كيلو ديال الطحين، وكاس ديال الزيت، 2 كيسان ديال السكر سنيده، وكاس ديال الحليب، وجوج فانيات، وقبيصه ديال الملحه. وغنطحنهم للهاشوار ونرجع لكم. هنايا من بعد ما طحنتهم غنطحنهم مزيان، وغادا نخويهم في القصعه ديالنا. المهم نتوما تقدروا ديروا مولينيكس، تقدروا ديروا يديكم، المهم غتكون الزبده مطلوقه وتصايبوها بيديكم ماشي مشكل. كيف ما شفتوا بحال هكا غادي نخويها من الهاشوار. كيف ما قلت لكم تقدروا الا عندكم الهاشوار طحنوها في الهاشوار، جمعوا كلشي في مره وطحنوه في الهاشوار. انا ما بينتش لكم حيت الصداع ديال الهاشوار ما بغيتش نبين. صافي طحنت كاع داكشي جمعته في مره واحده وطحنته في هاشوار. وتقدروا في مولينيكس، تقدروا بيديكم، المهم كتبقى لكم اختياري. هنايا غادا نخوي داك الخليط كامل حتى كيولي لنا كريمي، وغنبداو نزيدو الطحين ديالنا شويه بشويه بحال هكا. المهم الاساس ديال الصابلي هو ما دلكوش، كتبقاو غير كتحركوا برؤوس الاصابع حتى تجمع لكم العجينه كيف ما موضح لكم في الفيديو على هذا الشكل هكا. غنبقى كنزيد داك الطحين شويه بشويه، وانتم غتبقاو تزيدوا شويه بشويه على حسب النوعيه ديال الطحين. تقدر يهز لكم كيلو شويه، كيلو قل شويه. المهم غنستمر بحال هكا كنجمع العجينه حتى نجمعها مزيان كيف ما شفتوا. المهم غنجمعها ونرجع لكم. غتجي العجينه بحال هكا، القوام ديالها بحال هذا الشكل. المهم العجينه كتجمعوها غير برؤوس الاصابع، ملي كتحسوا بها تجمعات كتجمعوها كيف ما شفتوا هكا في الفيديو صافي. وكتكون ما قاصحاش وما جارياش بزاف. ومن بعد غنديروا العجينه في بلاستيكه بحال هكا غير باش ما تشحفش ليكم، وغادي نخليوها على جانب، ونبقاو نقطعوا منها ونصايبوا الصابلي ديالنا بحال هكا. قطعت طريف وغنديروا ما بين جوج بلاستيكات، وغادا نبدا نطلق. انا هنا غنوري لكم طريقه. درت بلاستيكه ودرت شويه ديال العجينه، كناخذ من نفس العجينه درتها وكناخذ منها وكندير بلاستيكه من الفوق منها باش كتجيني سهله، كنطلقها بسهوله. ملي كنجي نهزها من فوق الطاوله ديال العمل كتجيني سهله. المهم بالنسبه للطابق هذا هو اللي غنستعمل. تقدروا تستعملوا اي طابق عندكم واي طابق نتوما بغيتوه. كاين اللي عنده مربع يقدر يستعمل مربع على حسب ديك العمره مباركه وكيفاش عندكم. هنا غادا نبدا نطلق ونقاد بالدلاك باش ما كيجيناش في الصابلي دوك الخطوطه بحال هكا. وغادا نبدا نطبع. المهم بالنسبه للطبع انا درته في الطحين وكنطبع به. ما بغيتوش ديروا في الطحين ما ديروش، هو اصلا ما كتلصقش لكم العجينه، كتكون رطبه وزوينه. والعجينه ما تدلكوهاش حيت الا دلكتوها غادا تطلق لكم الزيت وغيتكمش لكم الصابلي في الفران بحال كيف ما شفتوا بحال هكا. طبعتها كامله وكنبقى نقلب الميكا على يدي كتجيني ساهله، وكنبقى نحطها في اللاطه ديال الفران كتجيني سهله على انك ديرها فوق سطح العمل ديريكت. ملي تتبغي تهزها كتجيك شويه كتكمش ليك وداكشي. بالنسبه للبقايا اللي غيبقى لكم من داك العجينه ما تجمعوهاش بيديكم، كتجمعوها غير بالبلاستيكه كيف ما كتشوفوا في الفيديو كيف ما هكا. حيت الا كمشتوها بيديكم غادي داك العجينه غادي داك الصابلي ديالها يتكمش في الفران. وكناخذوا شويه ديال العجينه من عجينه جديده باش كنزيدوها عليها وكنحطوها فوق منها. المهم العجينه ما تدلكش وما تبقاوش تلعبوا بها في يديكم، غير شويه بشويه باش ما ديفورماش ليكم في الفران. وكنبدا نطلق بحال هكا.
المهم انا باش ما كنبغيش نطول الفيديو كنختصر ليكم، راه موضح في الفيديو عادي، هادشي باين. طبعت هنا من بعد ما كملت اللاطه كامله، درت اللاطه الاولى، عاوتاني غندير اللاطه الثانيه، وغتشوفوا معايا بحال هكا. غتشوفوا معايا الطريقه مني غندخلها للفران. كنطيبو انا غير من الفوق، الصابلي راه كنديرو غير من الفوق، كنديروش نهائيا من التحت، كيبقى يطيب غير من الفوق على خاطرو حتى كياخد داك اللوين الذهبي ديالو. انا وريت لكم ديك اللقطه في الفران باش تشوفوا. هنايا من بعد ما طاب ليا الصابلي كامل كيجي مذهب، وكتخليوه ياخد الوقت الكافي ديالو في الفران من الفوق، باش وكتكون على نار اللي تكون مهيله بزاف باش ما كيتخطفش ليكم. هانتوما شفتوا من بعد غنوريكم الطريقه ديال الزين. الطريقه ديال الزين راها باينه واضحه. بالنسبه للطريقه ديال الشكلاط راه غنخليها لكم في فيديو، هي تحط قبل من هذا الفيديو هذا ان شاء الله باذن الله. الطريقه ديال الشكلاط ديال عمره مباركه، والطريقه ديال التعليكه ديال التلصاق ديال الصابلي، انا بجوج بهم غنحطهم لكم ان شاء الله باذن الله فيديو واحد. الطريقه ديال الشكلاط والطريقه ديال التعليكه ديال باش كنلصق الصابلي، هما راه كاينين عندي بزاف ديال التعليكات، ولكن حطيت لكم وحده ومن بعد غادي نولي نحط لكم وحده اخرى باش يلا جاوني في فيديو واحد هما بجوج. حيت اللي جيت ندير لكم في هذا الفيديو غيجيكم الفيديو طويل ويجيكم الفيديو ممل، انا بغيت نختصر لكم. المهم كناخذوا من داك التعليكه وكندهنوا بها الصابلي كيف ما كتشوفوا موضح لكم في الفيديو بحال هكا. راه كتجي تعليكه اللي كتشد لكم مزيان وما تخافوش منها تسيح ولا شي حاجه، كتجي زوينه وان شاء الله نتمنى يعجبكم كاع لي فيديو اللي كنحط لكم. كيف ما تشوف بحال هكا كنلصقها، كنلصق داك الطابع ديال عمره مباركه بحال هكا، وغنبدا ندير ليهم الكونكاسي في الجناب، وغنفض الاسفل ديال الصابلي باش ما كيبقاش لينا داك التفرتيت لتحت من الصابلي، باش كتجي الحلوه مفينيه وزوينه، واللي هزها يلقاها نقيه من التحت ومن الجنيبات، يعني يكون داكشي متول. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم لي فيديو اللي سنحط لكم. ولا عجبكم لي فيديو ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وديروا جيم وشي كومونتير زويون، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم لي فيديو. المهم كنستمر على هذا الشكل بحال هكا غنستمر حتى ندير هذوك الحبات كاملين. المهم انا راه درت كميه كبيره، كنوري لكم في وحده بحال هكا. المهم راه باين الطريقه كيفاش، باش نبين لكم وصافي. وما تنساوش تدخلوا تشوفوا الفيديو اللي غادا نحط لكم، غادا نحط لكم قبل من هذا ان شاء الله، ديال الطريقه اللي باش تصايبوا الشكلاط ديال عمره مباركه، وطريقه ديال التعليكه ديال تلصق الصابلي. وإلا بغيتو كتبوا لي في لي كومونتير ان شاء الله غنحط لكم اشكال وانواع ديال التعليكات ان شاء الله باذن الله. المهم كنستمر بحال هكا كنفيني الصابلي. الاهم لا فينيسيون خصها تكون زوينه باش كيبان الصابلي نقي وزوين. لا بقيتي غير كيبقى الواحد تيحط وينزل ما كيجيش، كيبقى داكشي لاصق من التحت، كيجي داكشي مفرتت ما عرفت كي داير هكا. خص تبقى تحطيه وتفيني من الجنب كيجي داكشي يا سلام. وهذا الصابلي ديالنا من بعد ما ساليته كامل، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم، وراه كيجي زوين والمذاق هائل. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. شكرا.